مني إنسانا غني ماننو وواسطة كل وقت نماجي ونحن ماننو ومتعالى كنين إنسانا غافرنا بواسطة النماج أيضا خاص شما دوام الإنسان نماج بكرو لأنه سبب المغفرة في بري شما من أطالة ماريين شني ايكو دهت موتا رسانويين ان يكون انسان ذليل مرنو ويشان او البحران بدر يجي مغتبنو هنا شكل يكون تنسيب جنو ان سكرات الموتى بيدين من وزيتهم ايكو ده قبر يبقى غيرينو ان يكون قبر تنبنو يا بيجي بنان غيرينو بيجي سر قبري آخر بشنو روح الشهر دائما آخر وتحذاب تحقاب ضمانانو حتى قيامت نجي انكو ومتعارض قبري دا مارو اقربان مسلسي جنوب في ترسنو سرين كنت الدنيا انسان بمارو اقربان ترسنو كواتكو انسانان داول انسانان هنا شكل هم تعالى جي قبل يدع جي مسلسي كانوا الزياد الثانية قالوا من كيرا مجينو سيف هون قرانو وهو تعالى امر المكاربو الفروض الدور رسال باي كاردشي نماجي سبع حتى تو نماجي تاشتاري تاشتاري أمامنا حتى روج القيامت أيكون وقت في القبر مجينو محشر ده إنه يكون شدت حساب يضاف شدتيو ومتعالى شدتي حساب يرى منينو يوجي يرى بهرسو شبكي أمري هم تعالى قدر المياه جان يوجي أنه في داخلي آخري جهنم بل وقت كشن القيامات محشر لسات شارنيه نيشتو شارنيه يو أنه كن نيشتو يا مطيع حق الله يا أيضا حقهم تعالى ضايتات انه يا مخصوصا في غضب الله انتم مخصوصي بالتقرايش يوم تعالى بغضب يوم تعالى يرجي يوم تعالى في الضاي بكرو سمين في سبيانا حتى يوم تعالى زايكا يوم تعالى جي في الضاي بكرو قالوا الجهنم ده يوم نوار وادي أستو درو غير أقربوا مالوا إنه باب طارق السلاطانو وقت يكون جار ظهر قدر الإنسانان وفي السر أثري ظهره تأتيب الإنسانان ده ونا بنك بيرن دوش الإنسانان هل سيدو غزل هنا شكل هو تعالى عذاب ضامن شقاص بكوشي بهلسو يونا بن جلدي نواجنو يونا بن عذاب ضامن هنا حتى كو عذاب بالجزائي كل كاشكا جزائي يو وقت نماش هشتاي سري آخرت خذي شكل هو تعالى عذاب ضامن هشتاي سري آخرت يو سري آخرت عندي إنسان شيء تستفسر الدنيا إنه إنسان تحمل إن عذاب ليش نقول أيضا بأوانه جلي جنجان توبة بكرو صوت بدرو هو تعالى إقاد بكرو ساد نماز يخوض برا النماز نبنو صلاة شمارة ترك النماز نبنو صلاة مستحقة أن شكل عذاب راحتو
انسان پول دست دفعه زمانی در نماز دا بیرینو ان زور انسانان منافق قولی نمازی شیطان دیوردانو که انسان نماز بکنو کسانی و تنبلی دانو انسانان ان فردی که تأثیر کنو با نمازی فرمت سر هیز آفردن سر ذکر فردن و دیوردانو که انسان ذکر بکنو چونکه این ورد وضعیت نماز حالت ذکر شیطان هی رضا قحنن و رمنن طول شدید این واسطه انسانان را ای رضا فردن و دوش انسانان نکو تارک الصلاة و تارک الذکر این ورد وضعیتان شیطان ذات سر فردن دیوردانو که انسان نماز خود ذکر خود بکنه ای را با واضح که شما نماز خود دائما بیا جماعت بکنو وقتی که شما بیا جماعت بکنو شما اشکین و زور شیطان ببو وقتی وانا نیبو شیطان زور شما برو یا این موازنو یا جید شما دائما ذکر بکنو بالذکر واسطه ذکر من بخون نمر کنو شیطان خو اشکین و محفظه بکنو اینو وضعیت چی حرام و منهیاتان دور شیلو چی کم منکر میان شما دا انباز شما دا بیو دفع بکنو منع بکنو نمرد به انبازشو برای پیس بکنو در مملکتی تدا دوی تدا چی کم منکر منهی ایجاد قربان و ایشکی و ریتیون نترو تو کای کردشی شما دا ہوردی و قرائشی تلویزیونی اخلاق شما بدلن و انسانان ذوق و شهوت دستانی آن و شما تحتما نفسی بو حرکت کنو اینش ہوردی و اینش وضعیتان شما چقدر بسکو اینا محفظه بکنو اهل شما را کار آنو ما سمدی کار منفعت شما بانو سمدی منفعت شما اخروی زمان خود دقباتی خودم خرج نکنو خوابی کره خود خبات برسی خود خارجی زمان خود عبادت دا فرمیر دو ورزش دا دو قرآن دا دو ذکر دا سنتان دا این جیاد چخار در انسان من رو اهم ثواب قلن استنو ما اینو بانو شما جی پی واسه ما گرک ورزانی بکنو خود تطبیق بکنو منهیاتان خود محفظه بکنو بفر مانحی و بینان من بکنو شو گناهانی ورزش شر رایدی گناهان دلالتون تاظر رایدی حق نصیحت بکنو چمکی الدین النصیحت الدین نصیحت و بینان را انسان نصیحت بکنو از هندی خود تو هندی خود هر کس هندی زانایش خود نصیحت تبلیغ رایدی حق و تعالی بکنو و بینان را اقربای خورا کلی خورا ویلی خورا این جیان دائما بکنو چونکه پیامبر صلی الله علیه وسلم قالوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شما غير شونه هر کس مسئول اجماعیت خود اینی وقت علاقه به اولادان خود نمیشون اینی جو فرا کنه از ایرا واضح که شما اولاد خود خوندن قرآن بکنو یوشی قسم عبادتو یعنی شریعت قسم عبادت ابن قاسم قسم عبادتان تنشو بدو ورنشی کافی یعنی خوندن عبادت بموجود مسئول اگر ایرا ایشه شما دا ورنش دا و نیدا ورنش اینو کافی قسم عبادتان یوشو قرآن اینو که دمیان شما دا شما بشکو لسر بندرو به اولاد باش دینو استعدو کنو ها که نه ها لاج اینو ما بارو شما جی قابل منفعت شمای اخروی شما جی لسر بندرو تطبیق بکنو غایت تطبیق کرده شد یعنی اشناوتش در نیو تماشا نیو این منظره گرک منظره قبول بکنو هر کس خود قبول بکنو ایلا شما توقی آموهی دا برا شما دا تأثیر بکنو واسه حمد تعالی واسه پیامبر صلی الله علیه وسلم تو با تبلیغ شما کنو این حدیثان وانو که شما عبرت بگید عبرت بگید و اصلاح بکنو اقصدی و بنا را نکر ظلم نکر چی تو حمد تعالی منع کرد نہیں کرد فیلی را محفظه بکنو حق شما بدون و حق خود را تطبیق بکنو بیارو جا عبادت و طاعت
قوم در بمو تطبیق بکنو اینو شکل شما سرمند رو شما خورستین و سعادت و سلامتی بالله فاتحه خیلی نیستم اینو واحد قربانم جنيتو توبة كانوا ما مكاتب في خدا يم نريدي قبول كانوا بأن شرطكو ين نماز يقول روجه يقول سرغن رو نماز روجه يقول دوام بكو ذكر يقول بونج شيء علما وأتى كل شيء عددا الذي فضل الشهر وبلغه وأوجب علينا تعظيمه فوجب وشهر الله الأسم الأسم فاقسمه بين الأنام وفضله في الجاهلية والإسلام فمن سعد في عيشة أيام كتبه الله من الصعداء وسبحان من فيه على الوجود والنعم فيه بالقدر والجود فمن اجتهد فيه بلغ المقصود وكان من الفائزين عند الله غدا أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم ويشرك على ما أعطى وتكرم واستغفر من الكبائر واللمم ويتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له جل ولا مكر صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاءنا بالبينات والهدى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الصلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم أوصيكم عباد الله أولا بتقوى الله وتعالى بين أشياء المسلمين والإسلام المستقيم عباد الله أوصيكم بتقوى الله ملك العلاق وأنهاكم وإياي عن أكل الحرام وأحذركم عن الخطايا والآثام كي تنالوا الخيرات والهدى وأبصروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في الظلام الليل والناس نيام وأطعموا فيه الطعام والسلام هنيئا لمن عمل وزد فيه من السيداء ألم يأن للطرف الجامد أن يذبح ألم يأن للقلب الصماء أن تسمع ألم يأن للقلوب القاسية أن تخشع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إن قبل الذكر يا هذا تصرف عن جوانت للتوبة المعصية عندما دخل عليك زمن وعدت بالتوبة إلى قابل ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا إذا دخل رجب وعدت بالتوبة إلى شعبان فإذا جاء شعبان قلت سوف يكون في رمضان وقد انتهى غالب الأيام والزمان وأنت مصير على الخطايا سرمدا أبدا فيا أيها القارئ استعذ بما تقرأ ويا أيها العالم تقرب بعلمك إلى الله وليسر المستلعن الصراع
قبل الوقوف بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة نهرا يقال له غدق، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فمن صام 3 أيام من رجب سقاه الله من ذلك النهر. ألا إن أحسن الكلام والله اللسان كلام الله المليك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المساعد على المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله النبي المعتبر. واعلم أن الله تعالى سن على نبي قديما فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدره وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عباد الله، أولا بتقوى الله والطاعة، فإنها لشعار المؤمنين ولشعار المتقين وهجة الناصين وفيكم أجمعين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وارض الله مع الأمة الخلفاء سادات الحنفاء المسلمين قالوا بالله والهداية والاستقامة ذوي القلب العلي والطاعة الجليل. الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تحت الشجرة. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. طلحة الخير وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وكان بين يديك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المطهرين الثلاث والأشياء. وكان الحسين شهيدين الطاهرين النيرين الجنة بالجنة وريحانة الإمام محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين. وعن الإمام وعن جدتي وعقلية الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن تسليم الله رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا الموحدين عن الذين وكتاب المرسولين واحسن صلاة المسكون واحسن عبادك المقيمين وشكر للرسالة وللذين سيدنا محمد أجمعين.
اللهم لك الجمود والمشركين أعداءك أعداءنا يا رب العالمين. اللهم قوم ديارهم وذكر ظلامهم ويتم أطفالهم وطول أرضهم واجعلهم منهم أموالهم وأولادهم ولمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير زماننا عاقبة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك وارفع بأسك وعذابك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجزي أعواننا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وفي سعادة أعدادنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا يا رب العالمين واكتب السلامة والسعادة والعفو والعافية علينا وعلى سائر أسأل الله العظيم أفضل الجميل أن يغفر لي ولكم والمسلمين أجمعين. قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم الله سبحانه وتعالى ويذكر منكم لمنی انسانان را میمانند و واسطه فوز واسط نماز